هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. يأتيكم بث صوت حزب النهضة الإريتري على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.irnahda.org من إعداد مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهجلة الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية. نهيب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 30 من أكتوبر 2020، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك تطورات الأنشطة الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. من هو الشاعر الإريتري السجين منذ عقدين والفائز بلقب كاتب الشجاعة العالمي؟ مراسلون بلا حدود في السويد يشتكي رئيس إريتريا بسبب مراسل مسجون. حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع إريتريا. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. فاز الشاعر الإريتري أمانويل أسرات المعتقل منذ 2001 بلقب كاتب الشجاعة العالمي من قبل لينتون كويسي جونسون، الكاتب الجامايكي الذي حاز على جائزة القلم الإنجليزي لهذا العام بالاشتراك مع أسرات. وأضافت البي بي سي أن جونسون تسلم الجائزة في 12 من أكتوبر 2020، والتي كان قد فاز بها في أوائل هذا العام عن شجاعته السياسية وتدقيقه الدؤوب للتاريخ. وقبل تسلمه الجائزة أعلن جونسون عن فوز أسرات الشاعر والناقد ورئيس تحرير صحيفة زمن الإريترية الذي اغتيل إلى السجن منذ 19 عاما بلقب كاتب الشجاعة العالمي، وتقاسم جائزة القلم معه. وقال جونسون إن إبقاء المواطن مسجونا بمعزل عن العالم الخارجي ودون وجود تهمة أو محاكمة لما يقرب من 20 عاما
هو نوع من الوحشية الفظيعة المرتبطة بالدول الاستبدادية والديكتاتوريات. وأضاف جونسون كبادرة تضامن من شاعر شتات إفريقي: اخترت الشاعر الإريتري وكاتب الأغاني والناقد والصحفي أمانويل أسرات لتقاسم الجائزة معي. تقدمت مراسلون بلا حدود في السويد في 21 من أكتوبر 2020 بشكوى حول جريمة ضد الإنسانية ضد الرئيس الإريتري سياس أفورقي و7 مسؤولين كبار آخرين في البلاد وفقا للمنظمة. وقال فرع المنظمة في السويد إن المحاولة تأتي في إطار جهود إطلاق سراح الصحفي السويدي من أصل إريتري داويد إسحاق المسجون في إريتريا دون محاكمة منذ 19 عاما. وبحسب الشكوى تورط أفورقي وأعضاء آخرون في حكومته في التعذيب والاختفاء القسري في قضية إسحاق. وقالت مراسلون بلا حدود إن الشكوى تهدف إلى الضغط على السلطات القضائية السويدية للقبض على المسؤولين عن مصير إسحاق إذا دخلوا السويد وإصدار أوامر اعتقال دولية إذا لزم الأمر. وقدم بيرون تومباك من الفرع السويدي للمنظمة جنبا إلى جنب وشقيق إسحاق سياس الشكوى إلى مكتب الادعاء للجرائم الدولية في غوتنبرغ غرب السويد. وقال تومباك: في الوقت الذي لا تكون الدبلوماسية غير كافية يمكن للقانون أن يقوم بالمهمة وينبغي أن يتولى زمام الأمور. وأضافت صحيفة الشروق المصرية أن العديد من الخبراء القانونيين أيد هذه الخطوة بمن فيهم شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 ووزير العدل الكندي السابق أروين كوتلر ونافي بيلاي المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكان إسحاق اعتقل في سبتمبر عام 2001 وسط حملة قمع من قبل السلطات على الصحف المستقلة ووصفته بالخيانة، ولم يسمع عنه الكثير منذ ذلك الحين. وطلب إسحاق اللجوء في السويد عام 87 و900 وألف وأصبح مواطنا في عام 92 و900 وألف. بعد حوالي 8 سنوات عاد إلى إريتريا للعمل في جريدة سيتيت الأسبوعية المستقلة، وغالبا ما تحتل إريتريا المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي السنوي لحرية الصحافة الذي تصدره مراسلون بلا حدود. جدد رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك حرص السودان على تعزيز العلاقات مع إريتريا. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور حمدوك في 20 من أكتوبر 2020 بوزير خارجية الإريتري عثمان صالح محمد والمستشار السياسي للرئيس الإريتري يماني جبرآب بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس ووكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف والقائم بأعمال إريتريا في الخرطوم. وأضاف موقع فرجة الإريتري المستقل نقلا عن وكالة أنباء السودان إن اللقاء ركز على العلاقات الثنائية السودانية الإريترية وسبل تطويرها بشكل أكبر والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية. وأضاف الموقع أن الزيارة تأتي على خلفية الأحداث المأساوية في مدينة كسلا شرقي السودان، والتي شهدت انحياز الحكومة الانتقالية بشقيها إلى طرف من أطراف الصراع. هذا وقد أكد قيادات أهلية من البني عامر والحباب الدور الإريتري الخفي لما يحدث في شرق السودان وبتواطؤ الحكومة المدنية السودانية بشقيها المدني والعسكري. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. شكرا لحسن متابعتكم. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. أسكمدون تو فره ومدانان واسكمدون تو حشاشات
وسكي من هقي أمان اللي شعبنا للرحمن شعبنا إلا قبأته ولا قبأت حالته لا تحزنن إلا أنا من شتاته بدير استعمار أفكار من أفياته وحنا قلقينا غسل قلوب مرباته كافلناه كرمناه انبديه اللي نايته واللي نايكاته ومع الأمان الشعب وحيد قبته يترقوا متهرقاته يترقوا متهرقاته. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت صبا النهضة الإريتري، وفيما يلي تتابعون مقالا بعنوان في أجواء الذكرى 56 لثورة أكتوبر، هل من آفاق لاستعادة مبدئية وحميمية الروابط النضالية مع مطالب الإريتريين، بقلم عثمان صالح، ونشره موقع دوليس الإريتري المستقل. كل إطلالة لأكتوبر من كل عام لها طعم خاص مرتبط بذكرى إحدى التحولات الكبيرة والأيام المشرقة التي شهدتها المنطقة، ذكرى الثورة الشعبية السودانية في 21 من أكتوبر عام 64 و900 وألف ضد حكم العسكر بقيادة الجنرال إبراهيم عبود، والسودانيون هم أهل سبق وخبرة في هذه التحولات الكبيرة عربيا، إذ تعتبر ثورة أكتوبر في الواقع أول ثورة عربية شعبية تطيح بنظام عسكري مستبد، وإن كانت ثورة أكتوبر بشكل أساسي تعبيرا عن رفض الشعب السوداني للسلطة الدكتاتورية وطقمة العسكر التي هيمنت على البلاد وأنهت الحياة الديمقراطية، وانتهجت على مستوى المنطقة ولا سيما في تعاملها مع قضية الشعب الإريتري سياسات تتناقض والروابط الوثيقة بين الشعبين في مظهر جلي من مظاهر الاختلاف مع قناعات الشعب السوداني والإضرار بمواقفه المشرفة حيال قضايا أشقائه. فقد قطع نظام 17 من نوفمبر شوطا بعيدا في التعاون مع الإمبراطور هايلي سلاسي ومساندة الاحتلال الإثيوبي لإريتريا ومعاداة الثورة الإريترية ومحاربة النشاط النضالي الإريتري، وذهب بعيدا في ذلك عبر تسليم مناضلين من جبهة التحرير الإريترية إلى الاحتلال الإثيوبي. فلا غرابة إذن في أن يكون الإريتريون أكثر الناس سعادة بثورة أكتوبر، لأنهم كانوا أكثر الناس تضررا من مواقف وممارسات نظام الجنرال عبود. ورغم خصوصية الأسباب والعوامل المباشرة للثورة، إلا أنه يلاحظ بوضوح أنه لم تكن النتائج الإيجابية المباشرة لثورة أكتوبر موقوفة على الساحة السودانية، بل كانت ثمارها قد امتدت إلى نطاق أوسع. فالنتائج المهمة والمباشرة لانتصار ثورة أكتوبر على الساحة السودانية المتمثلة في 1. انتصار إرادة الشعب السوداني بسقوط السلطة الدكتاتورية القمعية. 2. استعادة الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات التي أشعلت الثورة وساندتها بالعصيان المدني لحرية نشاطها. 3. قيام انتخابات عامة في البلاد بعد أشهر قليلة من نجاح الثورة وإعادة الحياة الديمقراطية في البلاد، قد انعكست بلا شك آثارا إيجابية في ساحات أخرى قريبة وبعيدة أفادت منها بمستويات مختلفة في مواجهة التحديات، وبالقدر الذي عززت فيه الثورة ثقة الشعب السوداني في نفسه وقدرته على تحدي القهر وإسقاط أنظمة التسلط والقهر، وأوجدت أرضية صلبة للصراع مع الدكتاتوريات فيما بعد فتلتها ثورة إبريل عام 85 و900 وألف وديسمبر عام 2019.
فإن تلك التحولات السياسية المهمة قد انعكست أرضية صالحة لإفادة نضالات شعوب أخرى في المحيط القريب الأفريقي والعربي من ناحية، وعمقت أيضا من مشاعر التضامن بين أبناء المنطقة عموما والوطن العربي، وخلقت أرضية للتلاحم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني والحقوق العربية عموما، وحماية القضايا الأساسية للأمة من ناحية أخرى. فمن المظاهر والمواقف السياسية التي استندت على أرضية ثورة 21 من أكتوبر لاءات وقرارات قمة الخرطوم التي تصدت لتداعيات نكسة يونيو 67، وشددت على التمسك بالثوابت العربية من خلال لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع الكيان الصهيوني قبل أن يعود الحق العربي إلى أصحابه. أما على الصعيد الإريتري فقد أنصفت ثورة أكتوبر الشعب الإريتري، وأعادت في الساحة السودانية الاعتبار لنضاله كحركة تحرر وطني وجزء من حركة الثورة العربية، وتكونت في أجواء الحرية والإخاء والتعاطف الذي أوجدته جمعيات للصداقة مع الشعب الإريتري والروابط المؤيدة لنضاله وحقه في الحرية والاستقلال. ما أشبه الليلة بالبارحة، واليوم تمر علينا ذكرى ثورة أكتوبر والشعب الإريتري يعيش أوضاعا مأساوية رغم النقلة الكبيرة التي حققها في صراعه ضد الاحتلال بتحقيق الانتصار التاريخي في 24 من مايو عام 91 و900 وألف، ولكن دون أن يتحقق حلمه في الأمن والسلام والعودة إلى الوطن الذي ضحى من أجله بالغالي والنفيس. نتيجة تسلط طغمة قمعية ديكتاتورية حولت البلاد إلى سجن كبير ووطن طارد لأبنائه، الأمر الذي أوجب الاستمرار في مسيرة المعاناة بحثا عن الحرية ودفاعا عن مقتضيات الحياة الكريمة. نعم، نعيش اليوم واقعا شبيها بحال النضال الإريتري في النصف الأول من ستينات القرن الماضي، حين انتصرت ثورة أكتوبر وعاد إلى أجواء انتصارها التوازن إلى العلاقة الراسخة بين الشعبين بعد أن وضعها نظام الجنرال عبود في الاتجاه المعاكس. وفي ذات الوقت على المستوى العالمي نعيش نظام قطب واحد تغير فيه منهج التأييد وطرائقه، وشهد طفرة خطيرة من تقديم المساعدة المالية والسياسية والإعلامية والتعليمية والفنية إلى إرسال القوات المدججة، بل وإيصال الأصدقاء الحلفاء الوكلاء إلى سدة الحكم على الدبابات، وهو ما لا ولن يرضى به الإريتريون ولو امتد النضال بهم مئات أخرى من السنين. إن حاضر السودان بعد انتصار ثورة ديسمبر يحتم في تقديرنا نظرة فاحصة للوضع الخاطئ الذي أوجدته علاقة نظام الإنقاذ بنظام أسمرة، ويقتضي قراءة صادقة وأمينة للأخطار المحدقة بهذه العلاقة التي نتجت عن النظرة غير المبدئية لنظام الإنقاذ لمطالب الشعب الإريتري، واتفاقات التعاون الأمني والاستخباراتي مع نظام أسمرة لحماية مصالحهم السلطوية. ويضيف الأستاذ عثمان صالح في مقاله الذي جاء بعنوان في أجواء الذكرى 56 لثورة أكتوبر، هل من آفاق لاستعادة مبدئية وحميمية الروابط النضالية مع مطالب الإريتريين؟ أقول إن الواقع اليوم يطرح على المكونات السياسية في السودان ذات السؤال الذي طرحته أجواء انتصار الثورة الشعبية في أكتوبر، فخاطبته المكونات السياسية السودانية حينها، أو قل معظمها بمبدئية. أقول ذات السؤال يعود الآن فتطرحه أجواء انتصار ثورة ديسمبر على واجهات الشعب السوداني وكياناته السياسية، وإنا لمنتظرون لنرى كيف ستكون عليه الإجابة هذه المرة. العقل والمنطق وقوانين السنة الكونية تقول إن 55 سنة بين أكتوبر وديسمبر حصل فيها من الوعي والتطور والنضج السياسي والفكري والسمو الإيماني الكثير مما يبشر بموقف إيجابي من غالبية القوى السياسية نحو مطالب الشعب الإريتري ورغبته في تأسيس حياة قوامها الحرية والديمقراطية، ودولة مؤسسات تستوعب كل أبنائها. وإن كنت لا أستبعد موقفا معكوسا ومحتوى منقوصا لهذا،
من البعض من هم مع الديمقراطية والحرية في البلاد، ومع نقيضها في غيرها إن كان في ذلك منافع خاصة لهم. إن كانت ثورة أكتوبر محطة تستمد منها الشعوب مزيدا من العبر والدروس وتتزود منها بكل معاني الإصرار والتضحية والفدائية للتخلص من كل صور القيود، فعلى صناعها أهل السودان أن يكونوا سندا للباحثين عن الحرية والمناضلين من أجل الديمقراطية في المنطقة، حتى تتأمن الثورة الراهنة والديمقراطية في السودان بسياج شبيه لها ومكمل لمقاصدها في المنطقة. أمع الشعب قنص وكوني هو للقالي، أمع الشعب قنص وكوني هو للقالي، سند اللولة اللي كم نراي للقالي، سند اللولة اللي كم انساي للقالي. أمع الشعب قنص وكوني هو للقالي، أمع الشعب قنص وكوني هو للقالي، سند اللولة اللي كم نراي للقالي، سند اللولة اللي كم انساي للقالي. شعب انت قاما فتح من دي وديه، شعب انت قاما فتح من دي وديه، مطر حب من مطر وحب من دي سديه، خايم من تلت أمر تاريخ رسول تهاجيه، حنا نوسن الثاني من قبلاتي للتاكي، حنا نوسن الثاني من قبلاتي للتاكي. منتو خاين منتو طيل ماي، منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليون حوام موعلاي، منتو خاين منتو طيل ماي، منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليون حوام موعلاي. نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح، نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح، واحنا سين فتزحنا بدستورة المقراح، وبدن حد بدينا وبترقبنا جقاح، إلا ناينا بناتا يمرح وين تمرح، إلا ناينا بناتا يمرح وين تمرح. منتو خاين منتو طيل ماي، منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليون حوام موعلاي، منتو خاين منتو طيل ماي، منتو خاين منتو طيل ماي نواي كاي تتاليون حوام موعلاي. من لتباسو نتباس من لتعارو نتعاري، من لتباسو نتباس من لتعارو نتعاري، كم مرحونا نتمرح يندلوين الليلين، كم نتبا وقلب كم نواي نتالي، يوم لا تتمسحنا وكرعتنا حلالي، يوم لا تتمسحنا وكرعتنا حلالي. أمع الشعب قنص وكوني هو للقالي، أمع الشعب قنص وكوني هو للقالي، سند اللولة اللي كم نواي للتالي، سند اللولة اللي كم انساي للتوالي.
مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم متابعة بثنا على العنوان التالي في شبكة الإنترنت www.r.nahda.com. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي أديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري.